بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بحضراتكم. واحد من حبايبنا المتابعين طالب سهم INEG اللي هو المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية. أنا بصراحة أول مرة أسمع عنيه، فبحثت عنيه كده لقيته إن هو تبع بورصة النيل اللي هي الأسهم الصغيرة خالص، اللي هي الأسهم رأس مالها يعني شفت أنا القيمة السوقية بتاعته 57 مليون. فالسهم ده طبعا بسهولة بيتحرك، يعني هو تلاقيه بيصعد كده. يعني أي حد معاه شوية ملايين بيعرف يحرك السهم ده ويعمل فيه صعود. طيب وضع السهم حاليا، السهم في مرحلة تجميع. يعني كل اللي احنا شايفينه ده اهو، السهم ماشي على البطيء خالص. يعني بادئ معاك من هنا اهو، من عند سنة كام، من سنة 22. احنا النهاردة في سنة 24، فالسهم بيجمع تمام. لكن حاليا هو في مكان بيع. يعني خلي بالك السهم ده ممكن كده فجأة تلاقيه بدأ يرمي معاك وبدأ ينزل، فانت حاليا كسبان فيه. مثلا لو كنت شاريه من القاع هنا، فانت حاليا في اماكن بيع، المفروض تبدأ بقى تخرج من السهم تمام. لكن لو شاري طبعا بأسعار عالية وكده يعني معرفش تعمل ممكن تعمل تريدة، ممكن يعني حسب ما انت عايز تعمل. اما لو انت كسبان فيه فالمفروض تبدأ تبيع، ان ممكن السهم ينزل معاك تاني. يعني حتى الاسبوع اللي جاي عمل لك صعود، المفروض تبدأ تبيع على طول، يعني ما تستناش تاني. عامل برضو هنا شمعات سلبية، يعني ممكن برضو تديك الاسبوع اللي جاي شوية صعود برضو عادي، فاهم؟ فكل ما يديك صعود خلاص تبيع وتخرج. فالسهم بعد كده هينزل، يعني اقل حاجة هيجيلك عند علامة 1.48 اهو. احنا كمان رسمين ليه ترند هنا اهو. فالسهم فيما بعد مكان الشراء الصح هيبقى فين؟ من تحت القاعدة اهو، هيرمي لحد الرقم ده وتحتيه كمان. يعني بداية الشراء يبدأ من الرقم ده، مع كسر القاعدة تبدأ تشتري، يكون بقى وصل معاك عند الترند ده. فالسهم ده فيما بعد بيكون فيه صعود كويس على فكرة، يعني مع انه سهم ضعيف ماليا وسهم يعني ما فيش فيه اي مميزات ماليا ولا ارباح ولا اي حاجة. بس سهم زي كده ممكن يعمل صعود قوي فيما بعد. فسهم زي كده يعني بعد ما يهبط وبعد ما يخلص هبوط وبعد ما يخلص التجميع بتاعه هيكون فيه صعود. يعني هيبقى مثلا عكس الاي جي اكس. مثلا الاي جي اكس ممكن تلاقيه بيهبط، وسهم زي كده ممكن تلاقيه بيصعد. كريدي اجريكول تمام. السهم ده برضه حبيبنا فيه هبوط تاني لسه. يعني خلي بالك السهم ده هينزل شوية تاني. هينزل لحد فين؟ ممكن لحد 16.90. يعني ممكن هو بس مطلوب منه يجي يكسر القاع اللي هو عمله هنا عند 17. هيبقى مطلوب منه يكسر القاع ده، حتى لو حتى لو بحاجة بسيطة. يعني هو حاليا سعره 19، هو هينزل تحت 17، وبعد كده هيبدأ يرد تاني. يعني خلي بالك هو لسه عنده صعود تاني. يعني كريدي اجريكول، بنك كريدي اجريكول لسه عنده صعود تاني تمام. ولكن هيعمل هبوط بشكل جزئي شوية، يكسر معاك القاعدة اهو، زيه زي معظم الأسهم، فاهم؟ فلسه الشراء فيه حاليا لسه، يعني بعد ما يكسر معاك القاعدة اهو. ممكن يجيلك فين؟ بص القناة السعرية دي اللي انا راسمها اهي، في قناة سعرية هنا انا عاملها. ممكن يجيلك عند القناة السعرية دي اهو. يعني تقريبا هنا هيجي يكسر القاعدة، بس لازم يكسر القاعدة. هيكسر حتى لو بديل شمع بكده يطلع تاني. لسه يعني مكان الشراء لسه هو، يعني فاضل له حاجة بسيطة تمام. ده اللي هو كريدي اجريكول تمام. ده ان شاء الله يعني، وان شاء الله المؤشر بس اهم حاجة المؤشر يعني. او ممكن مع نزلة المؤشر، لو المؤشر هينزل فتلاقي سهم زي كده ممكن ينزل تمام، او ممكن ما ينزلش على فكرة. يعني هو كل سهم ماشي بمزاجه، مزاج الميكر اللي فيه. يعني ممكن يطلع يديك يعني ممكن يطلع يديك ارتدادة برضه اهو. ممكن يجي لك لحد هنا مثلا يعمل لك ارتدادة ويبدأ ينزل. لا ممكن ينزل الاول، فانت حسب انت بقى مشتري من فين يعني. بس هو لسه في نزول تاني، نزول بسيط. يعني هما بس 2 جنيه كده وخلاص، وبعد كده ان شاء الله يبدأ يطلع تاني تمام. وشكرا جزيلا.